وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت الأبدان، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر الثاني أنك أنت عمرك محدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. وأنت مهما عشت إذا تأخر الموت فهو يبي يذهب العقل حتى ترد إلى أرض العمر، فاغتنم عمرك وصحتك وشبابك وعافيتك وغناك وفراغك وعقلك في طاعة ربك. والمؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. إن متعك الله بعمرك وأنت على نعم من الله عز وجل، وأعظم النعم العلم بالحق والاغتباط بالإسلام والرغبة في العمل الصالح، فالمؤمن لا يزيده إلا خيرا، عمره إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فقول الناس الله يطول عمرك هذا ما هو صحيح، غلط هذا. لكن إذا قال الله يطول عمرك على عمل صالح فهذا خير، دعالك بالخير اللي تتأمله وترجوه من الله عز وجل. أما طول العمر فإبليس ما ينفع طول العمر، على حسابه وشقائه ونسباب شقائه، وأنت بين مخافته: إما مفاجأة الأجل أنك ما تعمر من الدنيا إلا يسير، يعني سنوات محدودة، أو أنك في آخر الأمر ترد إلى أرض العمر حتى لا تعلم ما سبق به علمك، وحتى تعود إلى شبه حال طفولتك، حتى أنك ترضع بالرضاعة وتحمل بالمهاد. فلذلك أنت اغتنم الفرصة في طاعة الله، وما بقي من الدنيا ما لك دخل فيه. تؤمن بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من علامات الساعة ومقدماتها وما سيحدث من الفتن والأمور العظيمة، وأن يوم القيامة حق، وأن البعث حق، وأن الجزاء حق، وأن الناس قادمون في اتجاه إجباري منتهاه الجنة، وأن النار قبل الجنة، ما يدخل الجنة إلا من نجا من النار، نسأل الله النجاة من النار. هذه المهمات، المعلومات المهمة لك أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذا ووصفها لنا وصفا دقيقا جدا. لو تأملنا القرآن العظيم وبيان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تبين لنا الطريق، واضح وجلي وبين ولا في أي إشكال.